رجعنا لكم من جديد بفيلم زومبي جديد. يلا بينا. بيبدأ الفيلم بجون اللي بيصحى ينده على مامته، بس بتبقى خرجت وسابت له رسالة بتقول له فيها انزل اشتري اكل عشان البيت ما فيهوش اكل، فما بيسمعش كلامه وبيلعب على كمبيوتر. بس فجأة صاحبه في اللعبة بيقول له شغل التلفزيون، فبيجري يشغل التلفزيون بس الارسال بيقطع، وبتجيله رسالة بتقول محدش يخرج من البيت ابدا. وبيسمع صوت ناس بتصرخ، فبيروح يبص من الشباك بيلاقي الناس مرعوبين وفيهم اللي بياكل تاني، وبيشوف بنت بتهجم على امها وبتاكلها، فبيترعب من المنظر. وفجأة باب شقته بيخبط، فبيبص ما بيلاقيش حد، واما بيفتح الباب واحد بيجري يدخل عنده وبيقول له ما تخافش انا جارك، خبينا عندك عشان في زومبي في شقتي. بس جون بيخاف منه وبيقول له اطلع بره واتصل بالشرطه خليهم يساعدوه، فبيقول له هدخل الحمام وامشي، فجون بيسيبه يدخل وبيلاقي الارسال رجع للتلفزيون والمذيع بيقول ناس كتير اتعضوا وتحولوا لزومبي، فبيخاف اكتر من جاره اللي في الحمام وبيروح يطلع سكينه ويرفعها عليه، بس بيقول له انا كويس وما اتعضتش. بس بيلاقي دم على ايده ودم بينزل من عينيه وبيتحول لزومبي وبيهجم على جون، بس بيطلعه بره وبيضربه بالسكينه وبيقفل الباب. واما بيبص بيلاقي زومبي عملاق بياكله وبيلاقي دم دخل شقته، فبيحط تلاجة قدام الباب وبيكلم مامته بس ما بيكونش فيه شبكه، وبعدها بتبعت له وبتقول له ما تخرجش من البيت ابدا. فبيروح يقسم الاكل المتبقي معاه بس بيلاقي قليل قوي، فبيكتئب وبيروح ينام على الكنبه. وتاني يوم بيسمع في الاخبار ان الزومبي بيزيد اكتر، وبيشوف ناس على تليفون بتطلب المساعده، فبيصور نفسه وبيمسك لوحه عليها عنوانه وبينزلها على النت وبيطلب المساعده. وبيشوف واحد طالع من البلكونه عشان يجيب شبكه بس بيقع في الشارع، فبيجيب طياره وبيربط فيها تليفون وبيطيرها لفوق، وفعلا بيجيب شبكه وبيتصل بمامته بس التليفون بيفصل شحن، فبيكتئب اكتر وبيروح يلعب بس اللعبه بتفصل عشان ما فيش شبكه، فبيزعل وبيروح ينام. بس بيسمع صوت غريب واما بيبص بيتضرب عليه نار، وبتطلع شرطيه بتحارب الزومبي بس مسدسها بيفضى وبيهجموا عليها وبيعضوها وبيوقعوا منها المسدس. فجون بيشوف كده ما بيستحملش وبيفتح الشباك وبيفضل يزعق، ففي زومبي بيطلع له الشقه وبيرزع له على الباب وبيكسر له ثلاجه وبيكون خلاص هيهجم عليه، بس جون بيزق عليه تلاجة بس بيطلع اقوى منه، فجون بيجري على البلكونه وبيرمي نفسه، فالزومبي بينط وراه بس جون بيطلع متشعلق في الشباك وبيروح يقفل الباب بالمسامير عشان ما فيش زومبي يدخل شقته، وبيزعل على الاكل اللي وقع من التلاجه ما اتكسرت، وبيروح يفتح لايف ويتوسل للشرطه انهم ينقذوه. وبعد 7 ايام بيبقى الاكل اللي معاه خلص، فبيشرب من الكحول بتاع ابوه وبيقفل الشباك عشان الزومبي ما يشوفهوش، وبيفتح التلفزيون وبيشوف واحد بياكل اندومي، فبيفتكر ان عندهم وبيروح يجيبه وياكله، وبيرمي الريموت فبيدلق ازازه الميه وبيتضايق عشان الميه مقطوعه وهو عطشان، فبيشرب من الميه اللي على الارض. وتاني يوم بيشوف نفس الاخبار فبيكتئب اكتر وبيفضل يشرب ويسمع اغاني وما بيبقاش في وعيه، وبيتخيل عيلته وامه قدامه وبيحضنها، واما بيفوق بيزعل وبيفضل يعيط عشان امه بتكون وحشاه. وفجاه امه بتبعت له رساله صوتيه بس بيجي يشغلها ما بيلاقيش شبكه، فبيطلع من الشباك وفعلا بيجيب شبكه وبيكلم مامته، بس بيهجم عليهم زومبي وبياكلهم، فبيتضايق وبيكسر كل حاجه وبيكسر التلفزيون وبيطلع يضرب الزومبي وبيفضل يزعق ويشتمهم، فبيسمعوه ويجروا عليه بس بيجري يستخبى منهم، وبيجي يرجع اوضته بس بيلاقي زومبي ما بيشوفش، واول ما بيعدي بيروح شقته على طول بس بيحس بيه وبيبقى عايز ياكله، وبيحاولوا يفتحوا الباب بس جون بيمنعهم. وبعد 20 يوم كحولات والده بتكون خلصت والكهرباء بتقطع وكل الناس بتكون اتحولت لزومبي، فبيفقد الامل وبيقرر ينتحر، وفعلا بيشنق نفسه بس بيتنور عليه بليزر وبتشاور له على كلمه لا، فبيفك نفسه بسرعه، وبعدين بيتشاور له على كلمه مرحبا وبتطلع بنت في العماره اللي قدامه، فبيفرح انه لقى حد عايش، وبتشاور له بتقول له نتقابل الصبح الساعه 7 وبتقفل الشباك، وبيكون فرحان جدا عشان شافها، وبنشوفها بتصنع اسلحه ومعلقه كرسي رجوله مسنونه على الباب عشان تحمي نفسها من الزومبي، وبتنام عشان تصحى تقابل جون، بس جون بيصحى متاخر والساعه بتبقى 11، فبيجري يفتح الشباك وهي بتبقى لسه مستنياه، ولما بتشوفه بتطلع له فبيتاسف لها على تاخيره وبيقول لها انا اسمي جون، وبتقول له انا اسمي كيم، بس بتحس بحد دخل شقتها، فبتقول له نتقابل بكره الساعه 7 وبتدخل بسرعه، وفعلا بيبقى في زومبي في المصيده، فبتمسك الفاس اللي صنعته وبتفرتك دماغه، وفجاه الساعه بتمطر فبيطلع حاجات يملوها عشان يشربوا. وتاني يوم جون بيصحى لها بدري وبيكون مستني الساعه تيجي 7، واما بتيجي 7 بتطلع له بس بيكون ميت مجوع، فبتربط حبل في كره صغيره وبترميها على شباكه بس بتقع في الشارع وبتتصدم، فجون بيطلع طيارته وبيربط فيها حبل وبيبعتها عندها، فبتاخد الحبل وبتبعت له فيه اكل، وبيفتح الشنطه وبيشكرها على الاكل، بس بيشوف كارثه في الشارع وبيحذرها، وبيطلع الزومبي مسك في الحبل اللي وقع منها فبيشدها وبيوقعها والترابيزه بتتعلق وبيطلع لها، وجون بيحاول ينقذها وبيفضل يرميه بالازايز بس بتقع في الشارع وبيتضايق، فبيجيب طيارته وبيشوشر عليه بيها والزومبي بيكون هيقع، بس في زومبي بيروح لجون شقته وكمان اللي عند كيم بيمسك الطياره وبيكون خلاص هيدخل عندها، بس بتفوق وبتقطع ايده وبيقع في الشارع وكلهم بيتضايقوا منها، بس جون بيقول لها برافو. وتاني يوم الاكل اللي بعتته له بيكون خلص وبيكسف يطلب منها تاني، وبيقرر يطلع يجيب اكل بنفسه، فبيخرج من الشقه وهو ماشي بيشوف جثه جاره، فبياخد منه مفتاح
شقته وبيفتحها ويدخلها، وبيفتح التلاجة وبياخد اكل كتير وبيدخل الاوضه دي وبيلاقي فيها سماعه وعلبه نوتيلا وجاكيت عمليات خاصه واجهزه لاسلكي، فبياخدهم وبيكون ماشي بس بيهجم عليه زومبي وبيكون عايز ياكله، فجون بيهرب منه وبيجري على شقته وبياكل الاكل اللي سرقه وبيكون فرحان جدا، وبيحط حبه اكل وجهاز لاسلكي في شنطه وبيبعتهم لكيم. وتاني يوم بيكلمها وبتشكره على الاكل والنوتيلا، فبيقول لها انا اللي بشكرك عشان انقذتيني ولولاكي كان زماني ميت. وبعدها بيعملوا اندومي وما بتبقاش عارفه تعملها، فبيتريق عليها وبيعرفها طريقه وبتقول له انا بخاف من المرتفعات، فبيستغرب وبيقول لها ده انت قطعت دراع زومبي، فبتقول له انا ما بعتبرهمش بشر. وفجاه بيسمع صوت مطر وبيفرح بس ما بيلاقيش حاجه، وبيكون صوت الزومبي اللي بيدخل العماير، فبيخافوا وبينزلوا على الارض وبيكتموا صوتهم، بس كيم بتوقع الحاجات دي فالزومبي بيسمعوها وبتعرف جون وبيقربوا من شقتها اكتر، فجون بيرن على شقه تانية فبيسيبوا كيم ويمشوا وبيلموا حاجاتهم عشان يروحوا الشقه. كيم بتقول ان ما فيهاش زومبي وجون بيكون خايف ينزل، بس هي بتاخد الحبل ده وبتربطه في حديده وبتزنقه في الباب وبتربطه في وسطها وبتنط من الشباك وبتنزل في الشارع وبتقطعهم بالفاس وبتدخل العربيه دي وبتحبسهم فيها وبتزق عليهم الحديده، فبيوقعوها بس بتاخد الفاس وبتفرتكهم، وزومبي بيهاجمها وبيكون خلاص هياكلها بس جون بينقذها وبيبقى نزل وبيفرتك فيهم وبياخدها وبيدخلوا العماره اللي فيها الشقه وبيقفلوا الباب وراهم وبيركبوا الاسانسير وبتشكروا انه انقذها، والاسانسير بيتفتح وبيخرجوا منه وبيوصلوا للشقه بس ما بتفتحش وبيلاقوا زومبي قدامهم، فكيم بتجري تفتح اي شقه وجون بيخلع باب حديد وبيوقعوا عليهم وبيفضل يضربهم، وفي واحد بيشد كيم وبيرمي قنبله دخان وبيقول لجون تعالى، فجون بيجري وبيدخل عنده بس كيم بتكون خايفه منه وعايزه تقتله، فهو بيقول لها المفروض تشكريني بس بتقول له انت مين وانقذتنا ليه، فما بيردش عليها وبيقعدهم وبيجيب لهم ميه وبيقول لهم كنت فاكر انا بس اللي عايش هنا، وكيم بتفضل خايفه منه بس لما بيقدم لهم ميه وبيشرب منها بتطمن وبتشرب وبيديهم اكل وبيفرحوا ياكلوا وبيقول لهم فريق الانقاذ جاي وعرفت كده من التلفزيون، فجون بيرجع له الامل وبيحضن كيم من الفرحه، بس فجاه بيغمى عليه وهي كمان بتدوخ وبتقع، فبيسحبها وبيدخلها اوضه وبيربطها وبيقفل عليها، ولما بتفوق بتشوف زومبي مربوط والراجل بيسيب الحبل من بره وبيخليها تقرب من كيم عشان تاكلها، وبتطلع انها مراته وبتهجم على كيم، بس جون بيفوق وبيرفع عليه مسدس وبيقول له خرج كيم لاقتلك، فبيقول له اقتلني بس مراتي ما تموتش من الجوع وبيسيب الحبل، فجون بيجري يمسك الحبل بس الراجل بيجيب سكينه وبيقول لجون سيب مراتي تاكلها، وكيم بتفضل تصرخ والراجل بيقول له سيب الحبل، وجون ما بيستحملش والحبل بيفلت من ايده، وكيم بتصرخ وبيحاول يفتح الباب بس الراجل بيبعده، وفجاه الصريخ بيقف وما بيفتح الباب مراته بتهجم عليه، فكيم بتاخد المسدس وبتقتلهم هما الاثنين، فالزومبي بيسمعوهم وبيجروا عليهم، فبيحسوا ان دي النهايه، وكيم بتدي المسدس لجون وبتقول له يقتلها بس بيرفض، فبتدي المسدس في ايده فبيرفعوا عليها وبيفضل يعيط، بس بيسمعوا صوت طيارات وبيشوفوها من الشباك، فبيطلعوا جري على السطح وجون بيفرتك اي زومبي يقابله، وكيم بتجيب العربيه دي وبتاخد جون وبيتحموا فيها وبيهربوا وبيوصلوا للسلم، بس بيطلعوا وراهم وبيمسكوا كيم، فجون بيوقفهم بالعجله وبيخليها تعدي وبيقول لها اطلعي انتهت الطيارات، فبتطلع بس لما بتوصل للسطح بتلاقيهم مشيوا، وجون لما بيطلع لها بتقول له طيارات مشيت، فبيعيط وبيفضل يصرخ، والزومبي بيكسروا الباب وبيهجموا عليهم، وجون بيطلع المسدس وبيقتل اتنين بس الرصاص بيخلص وبيكونوا هيموتوا، بس بتوصل طيارة جيش وبيقولوا لهم انزلوا على الارض وبيدوروا الضرب في الزومبي وبيقتلوا كتير منهم وبيركبوهم وبيطيروا بعيد، والشبكة بترجع لتليفون وبيقولوا في الراديو ان في 50 شخص اتحول لزومبي، وبيطلع انهم وصلوا لجون من صورته اللي نشرها. وكده خلص الفيلم، لايك للفيلم واشتراك في القناة عشان نخش على الفيلم اللي وراه. سلام عليكم.